السلام عليكم. اخيرا كسبنا بعد فتره طويله قوي. حرفيا الفرحه اللي الواحد فيها دلوقتي هي نفس الفرحه بتاعت لما كسبناهم في السوبر. برضه متخيل الفتره قد ايه، خصوصا كمان يعني كنتش متوقع ان انا ممكن افرح كده. يعني الواحد خلاص رمى الفوطه، وماتش بيراميدز كان رخم قوي. يعني من الحلقه اللي فاتت الواحد كان طالع ومش قادر يتكلم اصلا، فقلت هنتعادل الماتش ده، مثلا هنكسب 1-0 بالكتير قوي. يعني انا اصلا كنت متوقع ان احنا هنكسب بيراميدز وممكن نتعادل او نخسر من الزمالك، فنخسر من بيراميدز ونيجي نكسب الماتش بتاع النهارده. مش اي مكسب، يعني ايه الاجوان الحلوه دي؟ احنا دينا فتره ما جبناش اجوان حلوه كده، احنا كل اجواننا عرضيه مش عارف ليه تريزيجيه او خبط وترزيع. ادينا مده فعلا ما شفناش حاجه حلوه كده. والناس اللي شافت اصلا الفيديوهات اللي فاتت حرفيا هو اول مره يشوفوني فرحان، فالحمد لله ومبروك على الاهلاويه. وهنتكلم عن شويه لعيبه. يعني الماتش اصلا فنيا يعني هنتكلم مبدئيا كده. بن شرقي يا ابني، ايه الجمال ده يا جماعه؟ انا دايما بثق في بن شرقي. عارف الناس اصلا الفتره اللي فاتت كانوا قاعدين يقولوا لا بن شرقي يمشي، ما تصفوا الاجانب. انا شايفه دايما ان هو احسن وينج في الاهلي، اكتر وينج مهاري في الاهلي، بس اديله فرصه. يعني هو دايما قاعد دكه يا اما بديل. يعني انا هوريكم بوست كاتبه من فتره بتاعت الهوجه اللي كانت عليه. مش عارف الهوجه دي ليه، يعني هو ما بيلعبش اصلا. البوست ده كنت كاتبه يوم 23 ابريل في وسط الهوجه اللي بقول لكم عليها. زي ما انت شايف كده، أنا كاتب يعني لو مشي فعلا هو واللاعب التاني اللي هقول عليه، اللي انا اصلا النهارده جادد منه، يعني انا دايما بدعمه. جه النهارده عارف انت اللي هو ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ايه القرف اللي انت بتقدمه ده؟ رقم 22 على رأي اسلام مهدي. فحرفيا ده الوينج يا جدعان الوحيد اللي بيعرف يرقص ويستلم. الجون التالت، الجون التالت ده يعني معلش، يعني ده الجون لوحده يستاهل 150 مليون. مش عايز احطه في مقارنات، بس يعني لا 7000 زيزو يعرف يستلم الاستلامه بتاعته دي، ولا اللود ريفن دي. اللود ريفن يعني كرة على الارض كده. انا قمت سقفت له في كل حاجه هو بيعملها. حرفيا هو مفيش هجمه غير لما بيبصم عليها. ضربه الجزاء هو اللي عاملها، الكرة اللي قبل ضربة الجزاء هو برضو اللي عاملها، وهكذا. شفتوه في كل الماتشات. يعني هو كان حرفيا بيتفسح في دفاع الزمالك. ولا الجون الشحات يا جدعان، شفتوا اول ما استلم الكوره خد بس كده على يمينه وثرو على رجل الواد بالظبط. مفيش حد في الاهلي يعمل اللي هو بيعمله ده، فحرام والله اللي هو يمشي. واحنا اصلا ما استفدناش بيه. يعني كل اللي احنا خدناه منه حاجات بسيطه. يا ريت يكمل سنه وسنتين بس يلعب، ما يجيش مدرب بعد كده يروح مقعده. يعني دي مشكله. يعني كولر جابه وبعد كده قعده. يستروف في الاول كان بيلعبه من ساعه السوبر واتصاب، بعد كده ما شمهاش تاني، كان بينزل في اخر ربع ساعه وبتاع، وهو جادد اصلا يعني من اللي بيحصل. يا ريت يستمر. كان حد بصراحه الشحات يا باشا، يعني ده فعلا اللي بيلعب بروح الفالنه. على فكره انا من الناس اللي هي مش بتحب الشحات قوي عشان الحنكشه بتاعته. يعني هو ما لعبش في الاهلي كتير حلو، يعني هو ممكن موسم وفترات كده وكده، بس حرفيا هو بيلعب بروح الاهلي. يعني دي كلمه تتقال، ومن حقه ومن حق اي حد تاني في الاهلي يزعل لما تجيب معلش واحد تلعبه عليه هو وعلى بن شرقي، وهو اقل اصلا منهم، تلعبوا عليهم وتديله اكبر عقد في الفريق. انا بتكلم على زيزو. فهي دي نقطة المشاكل اللي حصلت لنا. في ناس جت تلعب على طول اساسيين، طب واللي في الفريق؟ يعني بقول لك زيزو مش اعلى لا من بن شرقي ولا من تريزيجيه مثلا، هم اعلى منه. هو جه يلعب عليهم وبياخد فلوس اعلى. يعني هو دخل بوظ الفريق، كودة لبس كفلوس، لعب على ناس ما يستحقش يلعب عليهم. فنتمنى الامور دي تتصلح وعقده ينزل شوية، ولعب معانا لاعب ما لعبش مشيه من تاني موسم واخلص منه. ونيجي لتالت حد انا قعدت اشتم فيه شتايم. يا جماعه امام، انا قلت اصلا يعني لو الفيديو اللي قبل ده اللي هو بيلعب على الواقف من ساعه ما رجع، اللي هو ايه يعني، اديكوا شايفيني انا هلعب على الواقف بما ان انتوا عاقبتوني وكده. يعني ده اللي في دماغه اكيد يعني. بس مش كده النهارده، هو حرفيا مش عايز يجري، بيلعب على الواقف. امام في الماتش ده لو زي امام بتاع قبل كده كنت اشوف النهارده كميه جري منه. هات لي لقطه عدى منها في الشوط الثاني اتحسن شويه، لكن الشوط الاول هو بيسلم الكره في الرجل. افكرك بكوره كانت في الشوط الاول، كانت بينه وهو تريزيجيه، بصها لتريزيجيه، تريزيجيه راح رجعها له عشان يجري بيها، لا راح بصها لتريزيجيه تاني، راح تريزيجيه رجعها له، راح بصها على اليمين خالص. طب ليه يا ابني مش عايز تجري؟ صراحه يعني اوفر قوي النهارده، وعصب الواحد. الفرقه كلها هجوميه، العب يا عم مع الناس. بس ما فيش. يعني انا وجهه نظري حد يقعد معاه، يقعدوا معاه يشوفوا ايه المشاكل. طبعا احسن لعيب في مصر يعني بلا تفكير. شوفوه يا لو عايز تزود عقد زود يا عم، من حقه بصراحه. يعني بصوا يا جماعه، زيزو بياخد اكبر عقد وهو ما مستحقش، فاي حد تحتيه من حقه يعني يبقى متضايق. مش هديك مثل برضو، افرض مثلا برشلونه لما كان عندها ميسي وسواريز، جبت كوتينيو واديته اعلى من ميسي، كنت متخيل ميسي كان عمل ايه؟ هتقول لي ده ميسي وبتاع، اقول لك بس هي كل الحكايه يعني لعيب
اقل من اللعيب ما تجيبوش وتديله اعلى، دي بالعقل كده على فكره، يعني مش محتاجه كلام. نيجي نخش بعد كده على ياسين مرعي. هتلاقي ناس بتشكر فيه، بس يعني انا هقول لك كره واحده تبين لك اللي هو يعني مدافع على الله. الكوره اللي خد فيها انذار بتاعت بزيره، الكوره اصلا ملعوبه لبزيره على الطرف خالص، يعني هو لحقها بالعافيه، وياسين مرعي اصلا كان قدامه. الواد استلمها وحاوت بيها ودخل، وكل ده ياسين مرعي مش قادر يجريه. الكرة اصلا كانت بره، الكرة طالعه اوت، الواد استلمها وجري وهو مفيش، هو تقيل قوي، وفي الاخر راح عمل عليه فاول. انا شايف ان ياسين مرعي سيء قوي فوق ما تتخيلوا يعني. وما تروحش تجيب مكانه بالله عليكم سام عبد المجيد. يعني سام عبد المجيد تمركزاته وحشه قوي، الكوره بتاعته وحشه قوي، وما بيلعبش كوره وبيطفش على طول، فده هيزنقك في بعض الحاجات. التين دول لوحدهم يعني مش حلوين قوي في المدافع، فالافضل ما تجيبش حسام عبد المجيد، يعني حرام. يعني ما رحت جبت زيزو على اساس اللي هو احسن لعيب في مصر وما فيش. انت ما بصيتش بقى لحته الفنيه، انت بصيت اللي هو بيتقال عليه احسن لعيب في الزمالك واحسن لعيب في مصر، هكذا انت هتعمل مع حسام عبد المجيد. بيتقال عليه احسن مدافع في مصر، بس هو بيقدم ايه؟ ما بيقدمش حاجه على فكره. كويس في الرأسيات والعرضيات، غير كده هو بطيء قوي، وزي ما قلت لك هو في تمركزاته وحشه والكره بتاعته وحشه، فانا مفضلش اللي هو يجي. ونقطة تاني يعني بشكر فيها يعني طاهر محمد طاهر على الماتشين دول، الماتش ده واللي فات، وبقول له يعني شكرا، بس ده مش معناه طبعا اللي هو يتجدد، يعني تكل بقى خلاص، يعني راجل يسلم على اللي هو بيلعب بامكانياته اللي هي اصلا معلش يعني ما تقولوش اللي هو يلعب في الاهلي بس، عاش والله، ما تجددلوش بقى. يعني انا بقول لك جدد لبن شرقي، ده امكانياته ليفل تاني، مش عشان جاب جون مش اكتر. يعني اتكلم برضه على تريزيجيه اللي الناس كلها يعني كل شويه يقول حلو وحش حلو وحش. انا عندي وجهه نظر في تريزيجيه من اول السيزون، يعني هو احسن واحد في اللخبطه دي كلها، بس اسمع، من اول ما يجي مدرب كويس وبيلعب كوره تريزيجيه هيأدي، بس انانيته دي، تريزيجيه اناني بشكل مبالغ فيه، انانيته دي هتبين هو واحد من الناس الوحشه على فكره. تريزيجيه بيتمركز حلو، يعني عنده شويه كوره اوروبيه كده حلوه، بس انانيه بتاعته وحشه قوي. والنقطه اللي انا كل شويه اتكلم فيها بدني، تريزيجيه مش قادر يجري، الفريق كله مش قادر يجري، مش عارف في ايه. انت غيرت 3 مدربين والفريق مش قادر يجري، يعني مشكله بدنيه في الفريق، بس في تريزيجيه خصوصا يعني لازم يلحق نفسه، ما بيرقصش. النهارده انتوا اكيد شفتوا يعني كان في كور كتير واحد على واحد، انا قلت ايه برضو مش هيعدي، المفروض يعدي مثلا مره مره لا، بس هو حرفيا مش قادر، يعني تقيل قوي قوي فوق ما تتخيل، مش بطيء بس هو تقيل، يعني محتاج حته البدني دي تتعدل. هو ده رأيي في تريزيجيه، لعيب كويس طبعا، بس بدني وانانيه، اناني ليفل الوحش. وسيب بقى ضربات الجزاء، يعني ابعد عن ضربات الجزاء بالله عليك. يعني انت جبتها في ماتش الزمالك الدور الاول وما كنتش عايز يشوطه برضه، تريزيجيه بيشوط ضربات جزاء وحش وحش قوي كمان، مع ان ضربه الجزاء بتاعت النهارده يعني هو اتزحلق فيها وشاطها كويس، بس برضه هو مالوش فيها يعني، ابعد عنها عادي. يعني حسام عبد المجيد على فكره بيشوط ضربات جزاء احسن منه، اللي هو ضيع برضه النهارده، بس يعني ده تقييم مجمل، قيمش على حاله ماتش او كوره، انت بتشوف مجمل يعني اداء اللاعب وكده. وفرحه والله الواحد كان مستنيها، والله وفرحه الواحد كان محتاجها، كنتش متخيل، بقول لكم في الاول فرحه قوي كده. وللزمالك يعني اتهدوا شويه كل مره كده، والله ما تفهمش هم بيفكروا ازاي ولا ايه. يعني النهارده اصلا كفني الاهلي يا جماعه من اول ماتش شوارع في نص الملعب. عبد الله السعيد حرفيا هو كان راكب توك توك وعمال يخمس في نص الملعب، مش طبيعي ما شاء الله. يعني انا اصلا من الناس اللي ما بحبش عبد الله، لما كان في الاهلي كنت ضده، كان بطيء قوي وتقيل ومشاكله كتير، بس من ساعه ما راح بيراميدز والزمالك راجل بيجري. ايه يا عم الجري ده؟ حرفيا نص الملعب شوارع، لا امام قادر يرجع، ولا طبعا الشحات ملوش دعوه بالدفاع. الشحات يعني لما هم كانوا بيحضروا الجون اللي هو جابه، لما هم كانوا بيحضروا الشحات واقف قدام الدفاع، اللي هو يا ابني انت نص ملعب المفروض ترجع ورا شويه. لا هو طبعا ملوش دعوه بالدفاع، يعني مش بتاعته بصراحه، اللي هو انت تجيب وينج تلعبه نص ملعب، ما اكيد مش هيدافع. بس دي يعني حاله تبين لك قد ايه الشوارع اللي كانت موجوده. هم في الاخر برضه ما فيش يعني ما استغلوش حاجه الحمد لله يعني، بس كتكتيكيا الماتش ما فيش. هو كل الحكايه روح لعيبه بصراحه واصرار، يعني اللي ساعد قوي ان في الجون اللي اتجاب الاول ده فتح الدنيا، وحرفيا اللي ساعد يا جماعه 60% من الماتش هو بن شرقي. شيل بن شرقي وحط كده اي مهاجم من المعاتيه اللي عندنا دول، تلاقي كل الكور اللي اتصرف فيها بن شرقي هم كلهم ضيعوها.
يعني بن شرقي حرفيا بيبصم على كل كوره في هجوم الاهلي، فده فرق قوي 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 النهارده، وفرق طبعا زي ما قلت الجون اللي جه، والحمد لله كسبنا. عقبال الباقي يعني انا شايف للاسف مفيش فرصه، بس سيراميكا ان شاء الله تكسب عشان نبقى بس ايه نروح افريقيا، عشان الكونفدراليه دي انا مش هتفرج عليها. ماتشات الكونفدراليه المعفنه دي الواحد كله اصلا بيستنى دوري الابطال عشان ماتشين ثلاثه في السنه يبقى فيهم حماس وكوره وجمهور كده. فاتمنى نروح افريقيا، ولازم واحد احبط قوي بعد ماتش بيراميدز. يعني انت لو رجعت وشفتني تلاقيني بتكلم بالعافيه اصلا، بس النهارده والله يعني الحمد لله. في اتنين كده يعني اتفرجوا على الفيديو اللي فات يقول لي خطيب سيدك والكلام الفاضي ده، يا جدعان يعني ما تقدسوش بشر، يعني واضحه اهي. الراجل غلط، والسيزون للاسف وحش قوي، والسيزون اللي فات انيل من ده ولا ده انيل، الاتنين زي بعض، خسرت فيهم كل حاجه، فالدنيا بايظه. مش محتاجين تدافعوا عن حد، يعني هي كده كده ايه واضحه للجميع. ومن مكسب لمكسب ان شاء الله. لايك كده، سلام.